السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غنشارك معكم اليوم العدس مع العدس الاحمر، يعني غادي تكونوا غتعرفوه مع القرعه الحمراء، يعني جاو مواتيين مع بعضياتهم. الطريقه اللي هي سهله، بسم الله. غادي ندير معكم طريقه جوج بصلات هكذا مشلضين فوق العافيه. نتوما انا بغيت نوضح لكم مزيان ودرتوها هكذا في هذه المقله هذه، ممكن ديروه في شي طنجره يكون احسن. خديت جوج بصلات مع الملح مع الزيت مع الثومه، يعني واحد جوج ضريسات ديال الثومه. قليتهم مزيان. القرعه الحمراء ممكن انكم تقطعوها تقل من هكذا، المهم انا كنبغيها باينه، كتعجبني انها تكون هكاك باينه في العدس، ما تكونش طريفات صغار لان دغيا كطيب. غادي نضيفوها لديك البصله، ومن بعد غادي ناخذوا العدس اللي غسلته، يعني واحد 200 غرام هكاك تقريبا، ما حيت هو دغيا تيعطي تيولي كتير. 200 غرام هكاك ديال العدس حمر غسلته وضفته على القرعه، لانهم الطياب ديالهم بحال نفس الطياب ديال القرعه، نفس الطياب ديال العدس، ما كياخذوش لنا الوقت بزاف نهائيا. مع واحد المعلقه كبيره ديال طماطم مركزه، الا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. والتوابل عندنا تحميره وسكنجبير، الخرقوم وواحد شويه ديال الكمون، يعني ما نكثروش التوابل باش ما يتغلبش لينا على المذاق ديال القرعه. مع الملح. الماء بالنسبه خديت انا واحد زلافه صغيره ديال العدس، غادي نضيفوا واحد جوج زلايف ديال الماء وواحد شويه ديال القزبر ومعدنوس. المهم اكله بسيطه ودغيا كطيب، والنتيجه ما نعاودش لكم. واحد البنه غير جربوها غادي تفكروني. والعدس راه مهم، هذا العدس الاحمر زوين بالنسبه لفقر الدم، انا بعدا دائما كناخذو. وملي درتو مع القرعه الحمراء جا روعه. ضفت له واحد شويه هكا ديال زيت الزيتون من الفوق، الا ما توفراتش ما تضيفوهش.